بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله. ومرحبا بكم في قناتي مطبخ بشرى أم هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم على بركة الله اقتراحنا غادي يكونوا كيكات بالتفاح. بما انه وقت التفاح غادي نحضروا نوع اخر من الكيكات، كيكات ديال النهار الكبير وتحميرة الوجه، كيكات راقيين ومعلكين ولدادين غير ببيضتين فقط، مع واحد الطبقة لذيذة، تجانس ومذاق هائل. وتنشكر جميع الاخوات اللي انضموا معايا للقناه، وكذلك تنشكر الاخوات اللي كانوا معايا منذ بدايه القناه، وتنشكركم شكر كثير على التعليق ديالكم الزوينه. الف الف شكر اخواتي. وتنتمنى تخليوا لي تعليق محفز ولايك لا فيديو فضلا وليس امرا. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كأس غير ممتلئ من زيت المائدة، كأس غير ممتلئ من الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، كأس غير ممتلئ من السكر حبيبات، جوج ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ. غادي نحتاج كذلك ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة صغيرة من القرفة، يستحسن تكون القرفة باقا جديدة مدقوقة باش يجي المذاق ديالهم زوين في هاد الكيكات. غادي نحتاج الزبيب تقريبا 50 غرام ديال الزبيب، هاد الزبيب مفزك في الماء الزهر البنات ومسقطر. غادي نحتاج تفاحة من حجم كبير. غادي نحتاج كذلك الدقيق، عندي جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق، كأس العنبة او الشاي المغربي. غادي نحتاج كذلك السكر المنكه بالفاني، الوزن ديالو 7 غرام ونصف، وجوج ديال الخمارات الوزن ديالهم 16 غرام. على فكره البنات رانا نسيت الياغورت، ما ضفتوش لهاد المقادير، ياغورت طبيعي بدون سكر الوزن ديالو 110 غرام. غادي ناخذ واحد البول ولا واحد الانيه، غادي نوضع فيها قبيصه ديال الملح ضروري باش نوازنوا الذوق او نعادلوا الذوق. غادي نضيف عليها كذلك داك جوج ديال البيضات. غادي نخدم داك البيضه البنات جيدا حتى يتبدل اللون ديالو ويضاعف الحجم ديالو. وغادي نضيف عليه داك الكأس غير ممتلئ من السكر حبيبات، مع داك الساشي او داك الخنيشه ديال السكر المنكه بالفانيلي، الوزن ديالها 7 ديال الغرام ونصف. وغادي نخدم جيدا داك السكر حتى يذوب الحبيبات ديال السكر مع هذا البيض. ونزيد عليهم كذلك داك الكأس ديال الزيت البنات شويه بشويه بالتدرج، غير لا فيديو مزرب. وغادي نضيف كذلك عليهم داك الكأس غير ممتلئ من الحليب، يكون بدرجة حرارة المطبخ أو دفيوه واحد شوية البنات باش يجينا القوام ديال الكيك مفشفش. وغادي نزيد كذلك هاد الياغورت طبيعي بدون سكر اللي الوزن ديالو 110 غرام، رانا نسيت البنات ما ضفتوش المقادير المرة الأولى. غادي نخلطوا مع هاد المقادير جيدا، وغادي نضيف كذلك داك الملعقة صغيرة ديال القرفة ونضيفهم لهاد المقادير. ودابا غادي نضيف النواشف. اول حاجه غادي نضيف داك جوج ديال الخمارات من بعد ما غادي نغربلهم. وغادي نبدا نضيف الدقيق البنات. هنا عندي جوج ديال الكؤوس، الكاس الشاي او العنبه المغربي اللي تقريبا 210 غرام ديال الدقيق اللي دخلت لي في هاد المقادير اللي عندي. غادي نضيف الدقيق شويه بشويه بطبيعه الحال، غادي نغربل داك الدقيق جيدا. تقدروا البنات هاد الكميه ديال الدقيق تدخل كاع كامله، تقدروا تنقصوا جوج ديال الملاعق، تزيدوا جوج ديال الملاعق على حساب النوعيه ديال الدقيق، على حساب الحجم ديال البيض. انتم غادي تشوفوا القوام ديال الخليط كيخصو يكون، ما خصش الخليط ديالنا يكون خفيف، ما خصوش يكون ثقيل بزاف. وفي الاخير البنات غادي ناخذ داك التفاحه اللي غادي نستعملها بالقشور ديالها البنات، غادي نحكها في الحكاكه الغليظه نتوما كما شفتوا. وغادي نضيف كذلك عليهم داك 50 غرام ديال الزبيب المفزك في الماء زهر ومصفي، غادي نضيفوا لهاد المقادير. وغادي نضيف كذلك داك المعلقه ديال الخل في الاخير، وغادي نحتفظ بهذا الخليط جانبا. وغادي ناخذ هاد القوالب الدائريه، ولا بغيتو قالب الكبيره البنات تستعملوا، انا دائما تنفضل القوالب الفرديه. من بعد ما دهنتهم جيدا بالزبده وغبرتهم بالدقيق، بالنسبه للقطر ديال هاد القوالب 10 ديال السنتيمتر والارتفاع ديالهم 2 ديال السنتيمتر. غادي نعمر القوالب ديالي بالشكل متساوي ونخلي الفراغ البنات، لاننا غادي نزيدوا واحد الطبقه من فوقهم، وضروري تنطفخوا لنا داخل الفرن باش ما يفيضوناش ويجي المنظر ديالهم زوين.
ومن بعد ما عمرت القوالب بشكل متساوي تقريبا 16 وحده البنات عطاتنيها. نتوما شفتوا دابا غادي ندوزو نوجدوا او نحضروا الطبقه اللي غادي نوضعوها من فوق هاد الكيكات. غادي نحتاج الشوكولا، اي نوعيه الشوكولا عندك متوفره. غادي نحتاج رقائق ديال اللوز مع شويه ديال الكركاع. غادي نحتاج كذلك البنات التفاحه اللي حكاها كذلك بقشورها، تفاحه وحده بحكاكه غليظه. عندي كذلك رقائق ديال الشوفان، عندي هاد السوريز هاد المعلب، عندي الاحمر والخضر، اي حاجه متوفره عندك في المنزل ديالك او فواكه جافه تتفضليها. تقدري تضيفي التمر، تقدري تضيفي الشريحه، اي حاجه تتفضليها تضيفيها لهاد الطبقه. خديت داك المقادير اللي عندي كاملين وخلطتهم مزيان البنات مع اضافه ديال واحد الساشي ديال السكر المنكه بالفاني 7 ديال الغرام ونص، يعطيهم واحد المذاق جد مميز لهاد الطبقه. غادي نخلطهم البنات وغادي نوضعهم من فوق داك الكيكات بشكل متساوي. وفي هذه الاثناء البنات راه الفرن مشعول على 200 درجه حراره، ومنين ندخلهم نقص درجه الحراره ل 180، مشعول من الاسفل ومن الاعلى لمده 20 دقيقه. ماشي بالضروره البنات، على حساب كل سيده والنوعيه الفرن كي داير عندها وشحال المده اللي طيب لك. ماشي بالضروره غادي تلتزموا هذه المده اللي باش غادي يطيبوا لكم هاد الكيكات. مجرد انكم شفتوهم تحمروا طابوا من الداخل صافي خرجوهم. وهالكيكات البنات من بعد ما بردوا تماما وحيدتهم بكل سهوله من القوالب. شوفوا كي تيجيو ما شاء الله، فعلا يستحقون تجربه. وبالنسبه للتزيين ديال هاد الكيكات خديت العسل ولا المربى ولا الناباج اللي عندك متوفر، دهنت الوجه ديالهم، كذلك دهنت الجوانب ديال هاد الكيكات ووضعتهم في الكوك او جوز الهند. عطاهم مذاق ومنظر كذلك لهاد الكيكات. البنات هذا هو التقديم النهائي ديال الكيكات من بعد ما زينتهم بهذه الطريقه وقدمتهم بهذه الطريقه. احسن مرحله تتعجبني منين تنسالي العمل ديالي وتتكون النتيجه جد مرضيه، والمذاق ديال هذه الكيكات فعلا رائع يستحق التجربه. واحد التعليكه فيهم رائع ديال التفاح والزبيب، تجانس ومذاق هائل. والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.